اليوم غادي نسمعوا شي كلام اللي هو خطير وخطير بزاف. مؤخرا كنظن يعني هذه وقيله شي 3 ايام تحفه كان دار واحد الحوار مع المنبر ديال هبه بريس، والبارح تم يعني نشر ذلك الحوار، وصراحه يعني تصنت انا الحوار كامل، يعني نفس الكلام اللي كان تيقولوا تحفه في القناه ديالو قالوا في هذا المنبر ديال هبه بريس بكل صدق وبكل امانه. كلش قالوا، وفعلا كلام خطير جدا، كلام خطير جدا. كيبين هذا الحوار ومن داخل ارض الوطن على ان فعلا تحفه راه ماشي كان كيتكلم في قناته من اجل المشاهده كيف ما تيقولوا شي وحدين ولا من تحقيق الربح، لا، الان تحفه كيتبت من داخل ارض الوطن على ان كيتكلم بحرقه ومراره، والسبب الرئيسي اللي كيحركه انه يتكلم في هذه المواضيع هو الغيره ديالو على البلاد ديالو وعلى الرجال ديال هذه البلاد. يعني تكلم بواحد الطريقه يعني خطيره جدا، ووجه الكلام ديالو للمعنيين بالامر، بل اكثر من ذلك تحداهم وقال لهم ها انا دابا حاليا كاينه في المغرب كتقولوا حقا نتوما انا كنتكلم غير من خارج ارض الوطن، يعني كنتكلم غير في امريكان، وبانني حقا ما عنديش الجرأه انني هنا نتكلم في المغرب، ها انا من داخل ارض الوطن وكنوجه لكم هاد الكلام. فعلا كان واحد الكلام كيف ما قلت لكم خطير جدا. خصكم تعرفوا بان ملي تيقول بان تحفه تيقول لكم باننا بعض المرات كنتكلم في مواضيع في قضايا في كذا في كذا في كذا وبحرقه ومراره، فاذا بيا كنتفاجأ انني ملي كندخل المغرب كنلقى عليا شكايات. ملي كنمشي نشوف هاد النوع الشكايات واش ان ديك الشكايات هما الاتهامات اللي كنتهم بهم ديك الناس يعني فيما يخص جرائم وكذا، لا، قال لك الاتهامات فاش انت سبيتيني، انت عايرتيني، انت ضربتي ليا في شرف مرتي، انت كذا انت كذا، يعني كيشكيو به بشي شكايات اللي ماشي بديك النوع اللي كيبغي تحفه، يعني فيما يخص الكلام اللي كيتكلم فيه اللي فعلا تيكون كلام خطير جدا. ويتمنى تحفه ان لو ان شي واحد يدير به شكايه بديك النوع اللي بديك الكلام اللي كيتكلم باش فعلا يتم البحث في الامر. قال لك فكنتفاجأ ان ديك الشيء اللي كنتهمون به او داك الشيء اللي كنقول لهم دايرنه كاع ما كيجبدوه، وانما كيمشي بغي قال حقا سبيتي ليا مرتي، قال حقا وصفتيني بهذا 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 بهذا. واش عرفتوا علاش اخواني اخواتي السبب علاش هاد الناس اللي كيتكلم عليهم تحفه كيديروا بهذا النوع ديال الشكايات؟ تصوروا معايا هاد الحوار دابا اللي داروا تحفه مع هبه بريس ساعه وزياده كنظن. تحفه واش يعني مثال يعني تنيرفا ولا تعصب كيف ما يكون في قناته، ويعني مثال وخرج على السيطره ديالو وبدا مثال يعني تيسب وتعاير، لا ما دارش. يعني تصوروا معايا تحفه لو كان كيتحكم في الاعصاب ديالو كيف ما تحكم في الاعصاب ديالو مع هبه بريس، يعني كيتحكم في اعصابه في قناته وفعلا يعني مثال ما كيتنرفش وكيبقى يسبهم ويعايرهم، والله تيحكمهم بالله، اقسم بالله. وهذا ميساج كنوجهو انا لتحفه، هذا ميساج كنوجهو انا لتحفه. فعلا جا الوقت فين ان خصك يعني لا بغيتي الكلام ديالك يعني يضرهم ويوصل مزيان وتشدهم، يعني كيف ما تنقولوا من اليد اللي كتوجعهم، حبس هاد السبان والمعيور اللي هما كيلقاو ليه عذر فاش انهم يتخباو من وراه. اقسم بالله هذا كلام مهم جدا بالنسبه لك يا اخي تحفه. الا كانوا هاد الناس كيبغيو يلويو لك دراعك من هاد النقطه هذه ديال انك مثال كتعصب وكتنرفز وتبقى تسب وتعاير، حبس عليك هاد السبان والمعيور، وغادي تغلبهم
وغادي تنتصر عليهم، لانهم ما غاديش يلقاو منين غادي يبقاو يشدوك. لا، انا كنقول لكم هكا هكا هكا، جاوبوني على هكا هكا. حيت انت ملي كتطلع وكتقول لهم درتو فعلتو فعلتو يا ولادي يا ولاد الكلاب يا ولاد، فهما كيمشيو يشدوا لك غير بديك يا ولاد الكلاب. اما داكشي اللي كتقول لهم انت لا، ما كيشدوش فيه. ولكن تصور معايا انك لو تقول لهم نتوما درتو فعلتو 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 وحبستي، واش غادي يلقاو فاش يشدوك؟ بالعكس، كاين هناك هذاك، يعني يا اما غادي تهضروا على هذاك، او لا انهم غادي يسكتوا، او لا انهم سيخرسون. هذه الحقيقه، يعني وحقيقه يعني مرئيه كتبان للجميع، لان فعلا كنشوفوك انك تتكلم في المواضيع بحرقه ومراره، وانك عندك غيره على هذه البلاد. ولكن هاد القوم الظالمين ناس خطيرين، ناس عندهم افعال شيطانيه وافكار شيطانيه. انت كتكلم لهم في شي حويجات، هما راه تيخليو الحمار وتيمشيو يشدوا في البردعه. لذلك هذيك البردعه اللي هما كيشدوك منها ما تخليهمش يشدوك منها، وغادي تغلبهم. آن الأوان فاش أنك ما تبقاش مجرد أنك كتعصب وتمرض راسك، لا، حيت فعلا راه من خلال أنك أنا كنشوفك أنك كتكلم في مواضيع، وديك المواضيع ديال اللي كتكلم فيها ومواضيع خطيرة جدا وما كيتعطاش ليها حقها، هادشي راه يقدر يعود عليك بالضرر، انك مثال تعصب، انك تمرض، انك الله يستر بزاف ديال الامراض اللي كتجري عن طريق هاد الاعصاب هذه. بزاف، هناك الضغط الدموي، هناك السكر، هناك القولون العصبي، وهناك امراض خبيثه انت في غنى عنها. الله يحفظك والله يسترك ويخليك لوليداتك. لذلك آن الأوان باش تحبس هذاك الشيء هذاك. ياك تيقول لك حقا انت حقا تتسبنا وتقول لي يا مرتي وتقول لي إيه، واخا سيدي حبس، حنا ما بقاش سيدي نسبوكم كاع، نتحكموا في الاعصاب ديالنا الى اكثر درجه. ولكن هذا الشيء اللي كنتكلموا فيه يلاه وريونا شنو تقولوا فيه. حيت فعلا انا كنشوف دابا، كنشوف تحفه يعني يقيل يتكلم وكيتكلم في مواضيع خطيره ومواضيع مهمه بالنسبه للبلاد ديالنا، هما كيخليو داك الشيء كامل وكيبقاو يشدوا غير كيسب تحفه، يسبوا الناس، تحفه يقذفوا الناس، تحفه ما كيشوفوش المضمون بان تحفه راه كيحط لهم واحد واحد الجرائم، واحد القضايا، واحد الفساد، وكيحط لهم مثل واحد يعني تهريب ديال المال. لا، ما كيشوفوش هما داك الشيء هذاك. وبزاف ديال الناس اللي هما غير كمتفرجين واش يقولوا هذا الكلام هذا، لانهم كيمشيو مع هذه الموجه. بل اكثر من ذلك كاين الناس اللي هما يعني داخل ديك المجموعه هذيك اللي هما خاصين في هذا الشيء هذا، كيشدوها في هذا الشيء هذا. كتلقاهم كيقيلوا يديروا اللايفات، شوفوا شنو تيقولوا هنا، ها هو يسبوا، ها هو كيعاير، ها هو يسبوا، ها هو كيعاير. لذلك الى حبستي هذاك الشيء هذاك والله سوف غادي تعطيهم الضربه القاضيه، ضربه قاضيه. وانا هذا الكلام تنقول لك والله لا صراحه، يعني من خلال الاحترام ديالي لك. علاش؟ لانني كنشوفك كتشقى وكتضرب تماره على الملفات وعلى المواضيع وكتجيب دلائل واثباتات، ولكن مع الاسف ما كتنصفش، ما كينصفوكش من خلال داكشي اللي كدير. علاش؟ لانهم كيمشيو لك غير من الجهه اللي هي مسلكهم، يسبونا، يقذفونا، يعيرنا. لذلك ما خصكش تبقى تضرب تماره على الخوا الخاوي تكب الماء في الرمله. لا، واحد المساله اللي كيقول لك حق الباب اللي كيجيك منه الريح سدو واستريح. كيشدوك من المساله ديال انك تتسب وتتعاير احبس ديك الشيء هذاك، احبس. واش فهمتيني خويا تحفه؟ نتمنى الميساج ديالي المتواضع جدا انه يوصلك. انا راه ماشي، انا راه شنو نقول لك، انا باش نعطيك مثال موعظه ولا ننصحك، والله لا انا اصغر بكثير من ديك الشيء هذاك. ولكن كنتمنى يعني ولو مره واحده يعني تلتفت لهذا يعني مثل الانسان المتواضع وتصنت ليه يعني
باللب ديال العقل ديالك، لاني فعلا كنشوفك يعني كتضرب تماره وكتكلم في القضايا بحرقه ومراره. اذا خصك تاخذ حقك، ولكن باش تاخذ حقك خصك دير هادشي اللي انا قلت لك. لان هاد الناس هادو انا قلت لك ناس يعني افكار شيطانيه. لان باش تتكلم في قضيه من القضايا وشي حاجه اللي هي خطيره ومهمه، وفي الاخر باش ان تشدك واحد الحرقه وتنرفز وتعصب على داكشي اللي كيوقع، وتبقى تخرج وتسب وتعاير ويخليوهم داكشي كامل ويجيو يشدوك غير من ديك السبه والمعيور، وتجي للمغرب تلقاهم دايرين عليك شكايه وراه سبنا وعايرنا. هذه راه اهانه بالنسبه لك نتايا، لانك انت شوف شنو درتي وفعلتي وضربتي تماره وكذا، وفي الاخر ما كتلقاش. يا ريت لو كان تلقى شكايه بداك الكلام يعني اللي انت تكلمتي عليه، لا كتلقى شكايه باش بالتفاهه. ورا انت كتقول اخويا تحفه، انت قلتي ديك خطره مشيتي لقيتي واحد داعيك على ود مهبل زوجته. يا لا والد دخلنا عليك بالله ساعه ونص وانت كتكلم في واحد الموضوع، هو شد لك في واحد الكلمه قلتيها مهبل. حقيقه اخواني اخواتي، يعني انا هاد الحقيقه فكرت فيها مرارا وتكرارا، وعاد انني قدرت باش نخرج باش نوصل هذا الميساج للاخ تحفه، وبغيت نوصلوا ليه بهذه الطريقه بحال هكا. لان دابا حاليا هادوك اللي مثل المعنيين بالامر كلهم كتلقاهم عندهم جمله وحده وكلام واحد وكلهم منسقنا مع بعضياتهم. تحفه كيسبنا وتيعايرنا، تحفه كيسبنا وتيعايرنا، تحفه كيسبنا وتيعايرنا، وكيخليو السبب الرئيسي علاش هاد التحفه سبوا معايرهم. لا، هذاك ما كيجبدوهش نهائيا. اذا شنو خصو يدير تحفه؟ خصو يحبس هذاك السبان والمعيور باش يبقى يتجبد داك الشيء هذاك. هذه هي الحقيقه، هذه هي الحقيقه. وكنتمنى انكم يعني مثل في خانه التعاليق يعني تشاركونا الاراء ديالكم والراي ديالكم، واش هذا الشيء اللي قلتو متفقين معايا فيه او لا ما متفقينش معايا. لاني انا الهدف ديالي الوحيد شنو هو ان تحفه ياخذ الحق ديالو. بالاخر